السلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السيدة نائبة رئيس المحكمة الابتدائية بفاس، السيدة نائبة رئيس مجلس جهة فاس مكناس، السيدات والسادة رؤساء المقاطعات، السيد النائب البرلماني، السيد نائب رئيس غرفة التجارة والسادة ممثلي المجتمع المدني، السيدات والسادة ممثلي المؤسسات العمومية، السيد المنسق الجهوي للتعاون الوطني، السيدة ممثلة وزارة الثقافة المديرية الجهوية فاس، السيدات والسادة الحضور الكريم كل واحد باسمه وصفته. أيها الحضور الكريم، يحتفل العالم في 8 مارس باليوم العالمي للمرأة احتفالا بصيغة المؤنث كتقدير لدورها الريادي في جميع مناحي الحياة المختلفة، فهي نصف المجتمع وشريكة الرجل وسنده. هذا اليوم أيضا هو تتويج لمسارها وأدوارها الطلائعية، تتم فيه مراجعة مكتسبات نضالية لجميع النساء في جميع أنحاء العالم، والتطلع إلى آفاق مستقبلية تحقق بها ازدهارها والرفع من مستواها ومساواتها بالرجل في جميع المجالات، ومناهضة العنف وكل أشكال التمييز ضدها. وتوفير العيش الكريم لها وإدماجها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والدفع بها إلى مراكز القرار السياسي داخل الأحزاب السياسية والمؤسسات التشريعية والتنفيذية في الدولة. ومما لا شك فيه أن المرأة المغربية أبانت على علو كعبها في كل مجالات الحياة العامة، ولعبت دورا طلائعيا في تحقيق عدة مكاسب حقوقية ودستورية، إذ يشكل ذلك إحدى الرهانات الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لمولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله وأيده، والتي ينبغي صيانتها والعمل على دعمها وتأسيسها. أيها الحضور الكريم، إن الاحتفال جمعية قافلة الصداقة الاجتماعية باليوم العالمي للمرأة هذه السنة في نسخته 20 يأتي تنزيلا للتوجيهات لجلالة الملك حفظه الله بالانخراط في النموذج التنموي الجديد. ولا تفوتنا المناسبة أن نستحضر بطولات المرأة ونضالاتها، المرأة الفلسطينية المناضلة المقاومة التي تعد نبراسا ومثالا للمرأة المكافحة التي نفتخر بها أمام كل الشعوب العالم، ونتخذها قدوة وسبيلا لنا للدفاع عن المقدسات في كل ربوع الوطن العربي الكبير. أيها السيدات والسادة، أيها الحضور الكريم، إذا كنا نجتمع اليوم للاحتفاء بالمرأة الناجحة، المرأة المبدعة والمرأة المبادرة، فإن ذلك لن ينسينا ثلة كبيرة من النساء اللواتي تستغلن أبشع استغلال تحت غطاء التشغيل في خرق سافر لقانون الشغل والأعراف والحقوق الإنسانية. أيها الحضور الكريم، احتفالنا اليوم لا يقتصر على فئة معينة من النساء، بل هو احتفال بالمرأة بصفة عامة دون تمييز في العرق أو اللون أو الدين أو اللغة أو الوضع الاجتماعي. وجمعيتنا تعمل ليل نهار بدون كلل أو ملل، وبإمكانية بث
وبشرية جد متواضعة على توسيع اهتماماتها الإنسانية حيث وسعت من شراكاتها. إن كل ما حققته جمعيتنا من نتائج متقدمة وإنجازات ملموسة يرجع الفضل في ذلك إلى أعضاء المكتب المسير للجمعية وجميع المتطوعات والمتطوعات بنكران الذات، دون أن ننسى الدعم المادي واللوجستيكي الذي يتوانى في تقديمه لجمعيتنا شركاء استراتيجيون، ونخص بالذكر منهم منسقي التعاون الوطني لجهة فاس مكناس، السلطات المحلية بولايات جهة فاس مكناس، السلطات القضائية بمحاكم فاس، ولاية أمن فاس، الدرك الملكي، والمصالح الخارجية الممركزة بعمالة فاس، والجهة المديرية الجهوية والإقليمية لوزارة الصحة، أيضا الشريك الرسمي لنا وزارة الثقافة. أيضا لابد أن أقف على دعم المحسنين والمحسنات جزاهم الله عنا خير جزاء على ما قدموه للجمعية كلما استدعى الأمر ذلك. ولا ننسى الشركاء المساندين لهذا الحفل التاريخي، وزارة الثقافة، مديرية جهوية للثقافة، ولاية جهة فاس مكناس، منسقي التعاون الوطني. إننا نشكر هؤلاء جميعا على كل ما قدموه لجمعيتنا من دعم لوجستيكي إسهاما من جانبهم في إنجاح هذا العرس الاحتفالي البهيج، احتفالا بالمرأة عماد التنمية والتقدم والرقي والازدهار ونبراس العظمة المجالية الخلاقة عظمة الرجل ونهضة الأمم. والشكر الخاص إلى السيد الوالي ولي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس على المجهودات الجبارة التي يقوم بها من أجل النهوض بمدينة فاس والجهة، كذلك في شتى الميادين والقطاعات. اسمحوا لي الحليق مشى، أشكركم. كما أقول للنساء كل عام وأنتن بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات، وأيضا لا تنسى دعمنا بلايك.